ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الكيكة اليومي. زي ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله، وبدون مضرب بيض وبدون خلاط. هنضربها يدوي على ايدينا. ولو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل الكيك بتاعي ما شاء الله لونه موحد، وما شاء الله طري وسفنج معايا جدا. يلا بينا نبدأ في المقادير. عندنا المقادير بتاعتنا 3 بيضات عليهم ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وعندنا نص كوب من الزيت، وعندنا كوب من عصير البرتقال، وعندنا 3/4 كوب سكر، وعندنا معلقة بشر برتقال، وعندنا 2 كوب ونص من الدقيق، وعندنا كيس بيكنج باودر. دي المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة خالص. اول حاجة بنجيب الدقيق ونحط عليه كيس البيكنج باودر ونقلبهم مع بعض كويس جدا ونحطهم على جنب. هنبدأ ان احنا نجيب بولة وننزل بالثلاث بيضات وعليهم الربع معلقة صغيرة من الفانيليا. وبعدين هبدأ اللي انا اجيب 3/4 كوب السكر وانزل بيهم على البيض، وهبدأ اجيب مضرب سلك عادي وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يندمجوا معايا واللون بتاعهم كده يفتح والسكر يدوب معايا كده زي ما انتوا شايفين. ممكن اشتغل بمعلقة، ممكن بسباتيولا اللي متوفر عندك. بعد كده هبدأ اللي انا انزل بالنص كوب الزيت، وهبدأ اللي انا اخلطهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين بضرب على اتجاه واحد. وبعد كده هبدأ اللي انا انزل بالكوب العصير البرتقال والمعلقة البشر البرتقال. دي بتديها طعم حاجة تانية خالص، طعمها بيفرق جدا في الكيك. هي مش بتبان في الكيك بس بتدي طعم جميل جدا. وده شكل الكيك بعد ما انا ضربت المكونات مع بعضها. هبدأ انزل بالدقيق والبيكنج باودر يدوب بس كده اللي انا اخلي الدقيق بس يختفي معايا. هبدأ طبعا اللي انا اجيب صينية مقاس 30 في 20 قالب كده مستطيل. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله سمك معايا الكيك بيبقى سمكه تقيل كده. وطبعا الصينية دي انا مبطناها بمعلقة زيت ورشة من الدقيق. لو هتستخدموا صينية مدورة يبقى مقاس 26، لو هتستخدموا قالب يبقى الصينية الوسط مقاس 20 في 30. بدأت أنزل بالكيك بتاعي كده وهخبط على الصينية خبطتين، وهبدأ أجيب خلة كده أو سكينة، وهبدأ إن أنا أعمل خطوط كده تمويج علشان أشيل أي هوا جوه الكيك. وبديها برضو خبطتين تاني كده. وطبعا أنا هدخلها الفرن على حرارة 170، مشغلة الفرن قبلها بربع ساعة. حطاها في الرف اللي في النص، بتاخد من 30 ل35 دقيقة. ودي شكلها بعد ما خدت اللون ده. طبعا انا ما فتحتش عليها الشواية، هي خدت اللون ده من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ده دليل على نجاح الكيك بتاعي، وريحته كانت قلب البيت ما شاء الله. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا. وزي ما انتوا شايفين كل حاجة غلت بأقل حاجة ممكن اللي احنا نعملها في البيت، وأنضف وأحلى بكتير من بره. وياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، تدعموني وتشجعوني علشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكيك بعد ما قطعته شايفين شكله، وشايفين قد ايه طري. بضغط عليه طري جدا معايا وسفنج خالص وهش وطعمه جميل جدا. ما تنسوش تجربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا.